في أحوال الطقس وفي نشرة خاصة أعلنت اليوم مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن عدة مناطق وسط وشمال المملكة ستعرف اليوم وغدا هبوب عواصف رعدية محليا قوية. وأوضحت النشرة أن هذه العواصف التي بدأت من الساعة 12 من زوال اليوم ستتواصل إلى 12 من زوال يوم الغد. ستنتج عنها تساقطات تقدر ما بين 70 و120 ملم في منطقة الحوز. وهذه اللقطات التي تتابعون هي لآخر التساقطات المطرية التي سجلت بزاغورة، ثم كميات هامة من الثلوج تهاطلت على إفران. كما ستتهاطل ما بين 50 و70 ملم في أقاليم أزيلال، مراكش، شيشة وقلعة سراغنة. وستتراوح مقاييس تساقطات ما بين 30 و45 ملم في مناطق بني ملال، خنيفرة، خريبكة واليوسفية وسيدي بن نور والجديدة ورحامنة، تاونات، مكناس، تيزنيت، تازا. من جهة أخرى تتوقع مديرية الأرصاد الجوية تساقطات ثلجية مهمة خلال نفس الفترة بمناطق شيشاوة، الحوز، أزيلال، بني ملال، خنيفرة، ميدلت، صفرو وإفران.